نصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك الله ما شاء الله. هذه هي الخبز الجاتو بتاع الجنواز بتاعنا، زيناها على كيف كيفنا، حاجات بسيطة. كان عجبتكم قولوا لي رايكم في الكومنتير، اكتبوا لي تعليق مزيان، وما تنسوش خيطكم تدخلوا القناة فضلا ليس أمرا، وتفعلوا الجرس وكل عام وانتم حيين بخير وربي يخليكم، وان شاء الله يا رب ينال اعجابكم وتنقلكم بسلامه. كل عام وانتم حيين. هذه الجنواز اللي صورتها معاكم، واليوم مش نحاول اني نزينها. خذينا الحليب، مش نسقيها بالحليب كما تشوفوا، ناخذ كيكه بالفوشه ونبداو نسقيو فيها بالطريف، ونبدا توا بشويه بشويه نحطها عشيرة الكل. دهناها بكريمة الزبدة، باش نحطوا عليها الجنواز الثانية، البارتي الثانية، وننزلوا عليها هيك بالطريف. مريك طوش ندهناها كالعادة. فما اللي يدهن بالماء والسكر، فما اللي يدهن بالحليب، فما اللي يدهن بالماء والنسكافيه. اني فضلت الحليب خاطر الحليب ما فيش طعم باهي، معناها طعمه مريقل. هذه حطيت كريم كيما هذيك كريمه الزبده، حطيت معاها شويه شوكولا ليكيد وخلطتهم وزك شولاو باهي. وتوا باش نحط البارتي الاخرى، نعملها كالعاده بالحليب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك الله ما شاء الله. هذه هي الخبز الجاتو بتاع الجنواز بتاعنا، زيناها على كيف كيفنا، حاجات بسيطة. كان عجبتكم قولوا لي رايكم في الكومنتير، اكتبوا لي تعليق مزيان، وما تنسوش خيطكم تدخلوا القناة فضلا ليس أمرا، وتفعلوا الجرس وكل عام وانتم حيين بخير وربي يخليكم، وان شاء الله يا رب تنال اعجابكم وتنقلكم بسلامه. كل عام وانتم حيين بخير.